أنا حابب بس ألحق بعضكم قبل ما ينجرف في استفزاز بيقوده شخصية معينة. يبدو أن الضابط البريطاني بتاعها مكلف هذه الشخصية بأجندتين: الأولى التشكيك في الانتماء للوطن باستخدام الدين، والتانية الترويج لفكرة عدم مصرية الحضارة وانتمائها لأرض مصر، وإقناع المصريين بفكر الأفروسنتريك وإن المصريين أصلهم أثيوبيين. وأنا بحب أربط كل حاجة بالسياسة والأجندة السياسية. أقل تفصيلة بتدور حواليها ليها تأثير ودور. في الوقت اللي إثيوبيا بتزن على توتر عسكري معين وبتستفز مصر بشكل معين وعايزة تتجرأ على السيادة المصرية في إريتريا وجيبوتي وبتتلقى دعم مباشر من إسرائيل سواء بمنظومات تسليح أو بمنح مالية علشان تلحقها إنها لا تعلن إفلاسها وتبدأ تعرض أصولها للبيع، فيكون السد اللي بيرازي مصر معروض للبيع ويمكن التحكم فيه من جهة غير إثيوبيا. لذلك منحت إسرائيل إثيوبيا ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من أموال دافع الضرائب الأمريكيين. بنتعرض فيه لترويج أجندة بتقول يا مصريين انتوا أصلكم إثيوبي ومفيش حاجة اسمها الجين المصري. والأجندة دي طلعت بعد الدراسة اللي عملها العقيد طارق طه واللي استخدم فيها عينة مليونية من المصريين لتحليل الخريطة الجينية بتاعتهم، وتمت في المعامل المركزية للقوات المسلحة علشان تكون تحت الحماية وبدون التعرض لتأثير أو تهديد أي مروج لرواية كاذبة ألصقت بالتاريخ عنوان. وبيثبت أن المصريين بيحملوا 93.4% من الدي ان ايه الخاص بالملك توت عنخ آمون. ثم بعد ذلك تظهر برديات من البر الغربي تثبت استخدام بعض العبيد من الجنوب المصري، مجرد عبيد، للمساعدة في مهنة الزراعة والتوسع في الأفدنة الزراعية. وده سبب ظهورهم في الجداريات المصرية متخذين وضع الانحناء على الأرض ومقيدين بحبال من الرقبة. ولما كانوا عايزين يعملوا تمرد في عهد الأسرة الثانية والعشرين ثم برديات الملوك السود في الأسرة 25 زي الملك بعنخي وابنه الغير شرعي طهرقة، الملوك المصريين وعموم الشعب ما كانش عندهم أبناء غير شرعيين، وكان الزنا جريمة والزواج مقدس. كانوا مجرد ملوك غزاة زيهم زي ملوك الهكسوس، لا هم أبناء مصريين ولا يموتوا المصريين بصلة. وفجأة كده اتفرضوا علينا وبقوا أسلافنا، مع إن كل الجداريات بتثبت إن المصريين لم يزوجوا بناتهم للعبيد ولم يتزوجوا معهم، وإن سمرة بشرة أبناء مصر ليست كسواد بشرة الكوشيين. فالمفروض بقى إن العقل الجمعي المصري حاليا يبدأ يستقبل أجندة الام اي 6 للضابط البريطاني ويدين بالولاء لجده الإثيوبي وياخد موقف معادي للقيادة المصرية أو على الأقل موقف غير راضي عن توجهات القيادة المصرية.